السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأسرع وأجمل تتبيلة فراخ مشوية ممكن هتعمليها، وحاجات كلها مكونات كلها موجودة في البيت. بجد كانت تتبيلة روعة. اللي أول مرة يشوفني مشتركش في القناة يشترك عندي في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو من كومنتاتكم عشان تشجعوني استمر معاكم بإذن الله. أول حاجة كده هنسمي الله. طبعا أنا هنا جايبة كمية كبيرة جدا من الخضار او من كل حاجه مضاعفه الكميه عشان كان معايا 3 فراخ، فكانت كميه ما شاء الله اللهم بارك، كانت كميه كبيره. لو هتعملي فرخه واحده طبعا هتقللي كل الكميه دي كلها. معايا هنا بقى 3 بصلات كبار، على كام حبه من الطماطم كده صغيرين، وقرنين فلفل، و2 ليمونه عصرتهم، حابه تحطهم بقشرها مش مشكله. وحطيت هنا معلقتين عسل كبار، ومعلقتين خل، ومعلقتين زيت، وكان معايا عود من الكزبره الناشفه، خدت الورق منها بس، وطبعا علبتين من الزبادي. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه كمان، وبابريكا. لو عندك مكعب من المرقه حطيها، لو عندك صويا صوص، عندك دبس رمان، بتخلي المشويات في حته تانية، بس المتوفر عندي انا حطيته. تمام. طبعا لو هتعملي فرخه واحده هتحطي معلقه عسل، معلقه خل، علبه زبادي واحده، بصله كبيره، طماطمايه، فلفل، ليمونه واحده، الحاجات دي كلها. تمام. بتضربوهم كويس جدا جدا. حابه تصفيهم صفيها، مش حابه براحتك. انا ضربتهم كويس وسبتها كده. انا ايام يعني ساعات كتير بصفيها من التفل بتاعها، يعني باخد الميه بتاعتها بس كده، وساعات بسيبها بحالها. هنا معايا الفراخ بتاعتي ما شاء الله كانت مغسوله ومنقوعه في محلول النقع، وكانت جميله جدا. مسكت كده ببوز السكينه، بدات انغزها كويس جدا على اساس التتبيله توصل لكل القطعه من الفراخ معايا. انا هنا قطعت فرختين وسبت واحده بحالها. اللهم صل على النبي. ما تنسوش تحطوا لي لايك كومنت حلو عشان استمر معاكم يا حبايب قلبي. هنا الفراخ ما شاء الله، دي الفرخه اللي انا سبتها بحالها، قسمتها بس كده من البطن، وخليتها زي ما هي كده. طبعا الاكله ديت اكله حلوه جدا، وعايزه اقول لكم الفراخ كانت ريحتها روعه من قبل اصلا ما تتحط في الفرن. التتبيله دي انا عملتها وحطيتها من بالليل، وحطيتها في التلاجة. دي الحوايج بتاعت الفراخ برضك حطيتها في التتبيله، وعملت بيها احلى صينيه بطاطس ممكن تعملوها او ممكن تاكلوها. تاني يوم الصبح بقى انا عملت هنا طاجن معمر، وعلى وشها كده كبد وقوانص بتتبيله حلوه كده وبخلطه حلوه. وده صينيه البطاطس بالفراخ، وصينيه البطاطس بالحوايج، ودي الفرخه المشويه، ودي فرخه بحالها. كنت عامله الاكل ده لناس بحبهم جدا جدا.